السوشيال ميديا طبيعة العصر وشكل من أشكال التواصل المهم جدا اللي صعب الاستغناء عنه. أكيد كلنا بنستقي معظم الأخبار، المعلومات الهامة، تفاصيل بعض الأحداث من خلال السوشيال ميديا لسرعتها وحداثتها. هناك استخدام آمن واستخدام غير آمن، وده طبيعة أي وسيلة اتصال أو وسيلة إعلام، إنها بتكون سلاح ذو حدين. لكن بتتصاعد خطورة شبكات التواصل الاجتماعي على وجه التحديد في فترات الأزمات اللي بتمر بيها بعض الدول. بيكون هناك أخبار زائفة، أخبار مغلوطة، مصادر معلومات ليس فيها أي مصداقية، أكيد بتؤثر بشكل كبير على المستخدم، على وجدانه، على فكره، على اتجاهاته، على أمن. هنتحدث النهاردة واحنا طبعا عارفين ان العالم بيمر النهاردة من مجموعة من الأزمات والصراعات الكبيرة جدا اللي مصر بتتأثر بيها كأي دولة من دول العالم. كيف نستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بشكل آمن في ظل هذه الأزمات والصراعات، وكيف يكون عند المستخدم الوعي والثقافة لاكتشاف الأخبار الزائفة والشائعات التي تزدهر في هذه الأوقات على وجه التحديد. ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضيفتنا العزيزة جدا الأستاذة الدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. نورتينا يا يا دكتورة اهلا سماح، وسهلا وبنسعد بحضرتك. بلقائك انا دايما. اسعد انا اسعد والله. طبعا حضرتك شايفة الأحداث اللي حوالينا في المنطقة ولا على مستوى العالم اللي بتتأثر بيها كل الدول وكل الشعوب. شبكات التواصل الاجتماعي دي خطيرة جدا، ليها جانب إيجابي وآمن، وليها جانب نقدر نقول هي أخطر من الحروب كمان. اه ده حقيقي. النهاردة أنا كمواطن وكمستخدم للسوشيال ميديا، في ظل الصراعات والأخبار المتلاحقة كل ثانية دي، إزاي أستخدمها استخدام آمن وأعرف إن الأخبار دي أخبار صادقة وليست زائفة؟ يعني سؤال جميل جدا. الله يخليك. كل ما يحصل اوضاع صعبه وازمات، أيوة. وطبعا الوقت اللي احنا بنمر فيه في العالم دلوقتي، لا الازمه كبيره جدا بقى والصراع على اشده. ومصر عمرها ما بتكون بعيده عن الاحداث ابدا، طبعا. حتى لو كانت احنا مش طرف، لكن احنا في قلب الاحداث. طيب المواطن ازاي مم. يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في ظل هذه الازمات استخدام امن؟ لازم بس نعترف الاول ان المواطن المصري زيه زي اي مواطن على مستوى أكيد. العالم كله لا يمكن ان يستغني ابدا عن شبكات التواصل طبعا. الاجتماعي. مم. ده احنا عندنا هنا في مصر خلال الاسبوع اللي فات او العشر ايام اللي فاتوا، العالم كله هناك ملتهب. حرب ملتهبه جدا، ولكن احنا طبعا على شبكات التواصل الحمد الاجتماعي لله. كنا على مستوى تاني خالص أيوة. وده ليه دلالات على فكره. احنا آه. كان عندنا ساعتها ترند الكركم، لانه كان الناس مشغوله جدا بهذا الترند. أيوة. حاجه ساخره، وممكن تقولي ازاي يعني المصريين بيعملوا كده، لكن ده ليه دلاله والله ايجابيه جدا. إيه انا دلالته بشوف ان بقى؟ في ثقه عاليه جدا. المصريين بيثقوا في الجيش المصري، الحمد المصريين لله. بيثقوا في القياده، في رئيس الدوله، جدا. وعندهم كمان شعور داخلي ان مصر امنه. ده غير مم. نوع من انواع يعني ان ما يحدث على مستوى العالم احنا مهما تاثرنا به هناك الجيش دائما يحمينا ويوفر لنا الحمد لله، الامن دي نعمة والامان. كبيرة. اه الحمد لله. نعمة كبيرة فعلى الحقيقة. السوشيال ميديا الغريب مم. جدا اللي خلال الفتره الايام اللي فاتت دي لم تظهر شائعات مثلا تحاول النيل من الجيش او اداء الدوله المصريه او من رئاسه الجمهوريه على الاطلاق، لان المصريين لم يعطوا لهم هذه الفرصه اطلاقا، فعلا. رغم ان قبلها يعني يمكن من 10 ايام او حاجه موضوع القافله ولازم تمر عن أيوة. طريق مصر وتدخل في آه. غزه، وكان هناك محاولات قوية جدا لنشر بعض الشائعات التي مم. تضرب في قلب الدولة فعلا. المصرية، وأن هناك كان تعامل سيء جدا مع مم. أعضاء القافلة. لم مم. يصدقها مم. أحد، لم يساعد أي مصري أبدا على نشر مثل هذه الشائعات، وتصدوا لها في المقابل بترند الكركم وغيرها من الترندات الساخرة. ده مم. غير طبعا المقاطع القصيرة أو الريلز اللي بتتكلم على يعني رموز من رموز العالم اللي هم دلوقتي في الصراع ما بين بعض
بعض ما بين اسرائيل فكاهية وايران جدا وامريكا. الحقيقة. اه، الذكاء الاصطناعي ده يعني ذكاء عمل اصطناعي والله، وذكاء مصري، وذكاء وذكاء مصري انا عايزة بالفطرة. اقول يا دكتورة سماح ان فعلا زي ما حضرتك بتقولي، في ظل الصراعات دي ومحاولات طبعا الصفحات الموجهة التشكيك في القيادة السياسية وفي الجيش المصري، مش بنحتاج ان احنا نلجأ للصفحات الرسمية. النهارده المواطن المصري من نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي بيتصدى لهذه الشائعات حقيقي. وهذه الأكاذيب، ويدافع عن المؤسسة العسكرية والجيش المصري وعن القيادة السياسية. يعني الناس اللي هي بتقوم بالدور المنوط بيها بشكل تلقائي، وده دليل يعني على الوطنية الرائعة عند والثقه في، المصريين. وان طبعا. المصريين بقى عندهم ثقه عاليه جدا جدا. يمكن اه. سنه بعد سنه وازمه بعد ازمه، دايما الازمات بتستهدف لازم ضرب جزء من، لازم فيها تضرب مصر طب ليه يا مهما دكتورة كانت سماح، بعيده. ليه في وقت الأزمات والحروب بتزيد الشائعات؟ لا، ليه؟ ده طبيعي جدا، ده لا ده طبيعي، الطبيعي. ده اكيد، ده اه. كل الكتب بتتكلم على الشائعات من يعني من عشرات السنين، اه. ومن الحروب كلها من 73 وقبلها كمان. كان مم. دايما لازم طالما ان هناك ازمه، وخصوصا ازمه سياسيه او مم. حتى ازمه اقتصاديه، اي مم. ازمه على اي مستوى، لازم تلاقي ده الوقت الامثل لنشر الشائعات. ليه؟ لان مم. نفسيه المواطنين بتكون مهزوزه شويه، أكيد. وعندهم قابليه لتصديق اي اه. شائعه. وده اه. على فكره احنا حسيناه يمكن في فترات كتيره جدا، وكان جدا. هناك درجه عاليه من الدرجات التصديق للشائعات. انما المره دي يمكن في الازمه، رغم انها ازمه قويه جدا وكبيره، تجد ان المصريين ليس لديهم اي قابليه لتصديق اي شائعه او حتى محاوله الترويج لها بشكل او باخر، بل مم. بالعكس ان هم بيتصدوا ليها، وبيدوا كده انطباع للعالم كله ان احنا غير مؤهلين الان لتصديق اي شائعه من شائعاتكم، مم. وخصوصا الشائعات اللي كانت بتحاول دايما تضرب في القياده السياسيه. مم. الثقه عندنا الحمد لله دلوقتي بقت اعلى بكثير، جدا. يمكن لان يعني مع مرور الزمن ومرور الازمات بقينا بنشوف دايما ان مم. ما يعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يكون حقيقي ومصدق، رغم مم. هناك محاولات دائمه للضرب في هذا الكلام، او محاوله كده نشر شائعات من تحت لتحت، يعني ان المواطن المصري يا جماعه ده الظروف الاقتصاديه صعبه، شوفوا ازاي، ما تصدقوش. لكن عندنا دلوقتي المواطن بقى عنده ثقه عاليه جدا، وده نتيجه ايه؟ ان ما يقال من معلومات، مم. افضل طريقه اقاوم بيها الشائعه ايه؟ مم. ان انا اقدم معلومات. المصداقية. المصداقيه. لا، المعلومات حلوة وتوفير وحشة معلومه. هي في صادقة. انت قلتي معلومات جمله رائعه، اه. حلوه وحشه، اه. ايجابيه او سلبيه، سلبية. دايما رئاسه الجمهوريه بتقدم المعلومات. مم. ودوت على فكره من يعني وسيله اساسيه لمحاربه الشائعات. افضل طريقه على الاطلاق انك توفر المعلومه للمواطن، مم. حتى لا يلجا ل يعني مصادر مصدر اخر أخرى. غير مم. موثوق فيه. مم. السوشيال ميديا من يوم ما ظهرت على العالم، وهي ارتبطت، شبكات التواصل الاجتماعي ارتبطت بنشر الشائعات اه. وبالفيك نيوز، او اللي هي الاخبار الكاذبه او مم. الملفقه. تمام، مم. وده طبيعي جدا، وكل الكتب والدراسات بتقول الكلام دوت. والمواطنين بقى عندهم دلوقتي سبيل رائع، ان انا عن طريق الموبايل، الطفل عنده 3 سنين بيستخدم السوشيال ميديا، فعلا. عنده 5 سنين بيستهلكها فقط، مم. 5 سنين بيعمل تيك توك، ايوه. وبيبقى عنده ليه يعني بيبقى بصمة، عنده بيبقى له بصمة في السوشيال فعلا، ميديا. وبيدخل ايوه. هو والواحده، او هو واخواته، او هو ومامته، بيبقى مم. بيستخدموا دوت. مم. ما نقدرش ابدا نقول ايه يلا نمنع بقى شبكات التواصل عشان نقضي على الشائعات، لا. مم. هي ان الوعي يبقى عند المواطن، يبقى عنده درجه من درجات الوعي، لديه معلومات، مصدر من مصادر المعلومات. ولما تتخيلي المصدر المعلومه ما يجيلكيش من وسائل الاعلام فقط، مم. ولا من القنوات الرسميه، من الصفحات الرسميه للوزارات، لا، مم. ولا من الصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه، ده بيجيلك من رئيس الجمهوريه نفسه. فده بيديكي درجه عاليه من المصداقيه. انا عارف كويس قوي ان المعلومه المقدمه ليا صادقه، فلو تمام. روجتم مئات الشائعات لن مم. اصدق ولن اتفاعل معها. طيب احنا بنقول طبعا، احنا كدولة زي اي دولة في العالم بنمر برضو بظروف اقتصادية صعبة، وكلنا بنشعر بده، وبنحاول ان احنا نتأقلم ونتكيف في ظل ان احنا عايشين في وطن آمن مستقر، الحمد عندنا لله. جيش قوي، عندنا قيادة سياسية وطنية، صراعات حوالينا في كل مكان، حدودنا كلها تقريبا شبه ملتهبة. فبنقول وقت صعب اكيد. بيمر علينا كلنا، من أول القيادة السياسية حتى أصغر مواطن. الشائعات بتزيد طبيعي زي ما قلنا في فترات الأزمات. عايزة أسأل هنا، إزاي بنقدر نتنبأ بشائعة معينة في توقيت معين؟ ده أكيد ده علم.
التنبؤ بالشائعات. التنبؤ بالشائعات. اه الشائعة بيرتبط وجودها أساسا أن هناك أزمة، أو أن لأنه لا توجد معلومة مم. من المعلومات، يعني ما فيش معلومات متاحة عن أمر ما، مش هقول عن اه أزمة كبيرة يعني، يعني اضطراب داخل الدولة، طبيعي جدا أن أتوقع أن لازم تظهر شائعة. طيب الدول اللي حواليا بيحصل فيها إشكاليات أو مشاكل، مش هتكلم على أزمة كبيرة، مشكلات لابد ان اتنبأ ان هناك شائعه سوف تظهر على الساحه. ايوه دلوقتي بقى من العوامل اللي بتساعدنا جدا على التنبؤ بالشائعات، ادخلي على التيك توك او ادخلي على غيره من المنصات الاجتماعيه، ايوه. بتبدا تظهر الريلز او المقاطع المصوره القصيره، اوكي، مم. اللي احنا دلوقتي ناس كتير جدا بتحب تتفرج عليها، يبدا منها بقى ايه ده الشراره الاولى لظهور الشائعات. مم. وهناك طبعا كيانات داخل الدوله المصريه متخصصه في التعامل والتنبؤ بالشائعات، او بانها ترصد الشائعه منذ بدايتها، وخصوصا اه المراكز المتعلقه بقياسات الراي العام. كويس. الشبكات التواصل الاجتماعي دلوقتي هي بشوفها دايما ان هي بقت اصبحت وسيله مثاليه جدا ان انا اتنبأ بان هناك شائعه سوف تظهر على الساحه. اه الدور هنا بقى ان انا احارب الشائعه منذ لحظه ظهورها، كان هناك سبل كثيره لذلك. افضل طريقه على الاطلاق ان اقدم المعلومات، مش هقول على فكره سمعنا الشائعه الفلانيه، لا، انا هقدم المعلومات اللي بترد على الشائعه مع اه. بدايتها الاولى، مع مم. الشراره الاولى، اوفر المعلومات اوفر المعلومه، ده الصحيحه. حقيقي. ولا اتحدث عن الشائعه، وخلي مجرد ان بالك، انا اوفر المعلومه الصحيحه. خلي بالك في فترات طويله جدا، اه كان يعني فترات عدت عليها مصر كان هناك رغبه في يعني عدم استعداد ان انا اقدم كل المعلومات، انما احنا في السنين الاخيره لا، اصبح الوضع مختلف تماما، فعلا. لان انا ما ينفعش اخبي حاجه، مم. كده كده المعلومه هتوصل تصل الى المواطن بطريقه او باخرى، مم. فبدل ما ان انا اديله يعني اديله بديل احسن، ان انا مم. اقدم له المعلومات السليمه حتى لا يلجأ الى المنافذ الاخرى. وخلي طيب. بالك ان مصر اه مستهدفه من زمان جدا جدا. جدا. طيب انا دلوقتي كمواطن بستخدم السوشيال ميديا، وبشوف كل يوم اخبار جديدة كل لحظة مش كل ثانية. آه، حسيت ان الخبر ده مش مظبوط، او الشائعة دي مش مظبوطة، احساس بقى داخلي. ازاي احاول اقضي عليها، او احجمها، اعمل ايه؟ اولا يجب الا اتعاطي مع هذا، يعني ما اتعاملش مع هذه الشائعه. بمعنى ايه؟ طب ازاي يعني؟ مم. لقيت فيديو معين او ريل معين نازل على السوشيال ميديا بيتكلم على الشائعه، كل ما هدخل اتفرج عليه اكتر، كل ما ده اه هيساعد على ان هو ينتشر بشكل اكبر. يعني دي كل ما آلية انا العمل، شغلت طبعا الفيديو او تابعت الخبر اكتر من مرة، ده ده بيساعد على بيروج انتشاره طبعا والترويج ويساعد ليه على وانه يظهر الانتشار. لغيره، كل ما اه انا بتفرج دي عليه. يمكن معلومة على فكرة كتير من المشاهدين ما يعرفوهاش. يعني لما بنشوف حاجة غلط على التيك توك او الانستجرام او اي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي، كل ما شاهدتها عملت لها اعادة مشاهدة اكتر ده او بتساعد متابعة، على انتشارها، ده بساعد على وانها انتشارها. تظهر بشكل اكبر لمواطنين اخرين اللي اه يشاهدوها. دي اه دي اولا يعني، ده افضل حاجه. الحاجه الثانيه كمان، والمصريين دلوقتي ما بيسكتوش صراحه، ايوه. يعني هم بالفعل بداوا يعملوا كده. ازاي؟ هم بداوا هم عن نفسهم، انا شفت شائعه آه. بطلع انا كمان اسجل اقول فيديو واقول يا جماعه اه الحاجات دي ما بقتش ايوه موجوده ده على حقيقي. ارض الواقع. وخلي بالك ده اللي حصل في الاحداث، بدايه احداث غزه مع 7 اكتوبر. اللي حصل ان بدا عدد كبير من التيك توكرز او الانفلونسرز يعني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفه يقدمون الواقع او مم. يتحدثون عن الحقيقه ما يحدث في غزه. بعضهم مم. كانوا مصريين او عرب، لكن العدد الاكبر واللي كان لهم تاثير اكبر كمان الانفلونسرز الاجانب بداوا يتكلموا على حقيقه ما حدث. دي مم. افضل طريقه. انتوا مم. بتروجوا شائعات، بتستخدموا طبعا الاي اي، ودي مم. كارثه. اه اعمل الاي اي ده فيديوهات بالديب كارثة. فيك، وبالتالي الناس مش هتقدر ان هي يعني تميز. تتخيل ان اه هذه غير حقيقيه. ده مم. فيديو، ده انا شايفاه بعيني ايوه ده بيتحرك وهو حقيقي. بيتكلم، اه تمام. وعندي صور كمان معموله بالذكاء الاصطناعي ان انا ارد على الكلام ده واظهر الحقيقه. القرار بيقوم بهذا الدور على الدور. اكمل وجه، انه بيرد دايما على الشائعه ان هذه هي الشائعه، تعالى لما اقول لك بقى الحقيقه ايه. ده غير كمان ان في تطبيقات كتيره جدا دلوقتي موجوده في مصر، من اللي هي بتحاول ان هي يعني تمسك الشائعه او امسك شائعه او امسك مزيف. وعلى فكره اه دي مبادرات كتيره جدا اتعملت، وصحفيين واعلاميين كتير بيشتغلوا فيها، ان هو يجيب لك الصوره الحقيقيه والصوره المزيفه، او الفيديو ده الحقيقي مع حقيقي. المزيف، ايوه او بنشوفه الفيديو كتير اللي ده. ظهر
في فتره معينه وهو والفيديو قديم. الحقيقي. ده خلي بالك، ده ظهر من كام سنه وكان ليه احداث، او انه ما تمش التصوير في مصر اصلا، ملوش اي علاقه بالدوله المصريه. وده بيتعمل طبعا على يعني مجالات كتيره جدا، وموجود عندنا هنا بيحصل في مصر وغيرها من الدول العالم. طيب هل يعني احنا بنقول طبعا الاخبار الزائفه والشائعات بتزدهر في وقت الازمات. هل عندنا قانون يا دكتوره سماح بيعاقب بقى ناشري هذه الشائعات والاخبار الزائفه، وهل هو قانون رادع لو في قانون فعلا؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا. اه. يعني التعديلات اللي حصلت في القوانين المصريه امم. بتجعل كل شخص لديه قناه من القنوات، من الصفحه حتى اه. على شبكات التواصل الاجتماعي، عدد الفولورز فيها او المتابعين فيها يزيد عن 5000، ده كانه بيمتلك قناه اعلاميه، وبالتالي مثله مثل المذيع اذا قام بالترويج لشائعه. امم. العقوبه لا تقع على الصحفي او على المذيع او على الاعلامي، هي نفسها تقع على الكونتنت كرييتور او اه. على الشخص المواطن العادي اللي بيروج للشائعات. والامثله امم. على ذلك كثيره، تم القبض في يعني، وسمعنا كتير على جدا على، انفلونسرز لانهم روجوا وبلوجرز. شائعات. ده حقيقي. لانهم روجوا اه. شائعات من على، خلي بالك كمان امم. الانفلونسر درجه مصداقيته احيانا، والله عذرا يعني، ربما تكون اعلى من بعض الاعلاميين. ليه؟ لان انا بشوف دايما المذيع او الصحفي لما يكتب حاجه ان هو عايز ياثر عليا، لكن الانفلونسر الورد اوف ماوث او الكلمه اه. المنطوقه ديت اه. منه من شخص عادي، ده عادي زيه، اه. درجه مصداقيتها بتكون اعلى، وبالتالي لا يمكن ابدا التهاون معهم قانونيا، ويتم القبض عليهم وتوجه اليهم ايضا تهم. ده امم. اكيد طبعا. امم. طب يعني احنا برضو في المؤتمر الأخير للمجلس الأعلى للإعلام كان عن مكافحة الشائعات، وأطلق موقع امسك مزيف لمواجهة طبعا الشائعات والتدقيق في المعلومات والصور. آه، هنا ازاي ممكن برضو ندرب الإعلاميين، بما ان حضرتك أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة؟ أكيد أي مهنة لازم يبقى في تدريب، في حداثة، في أبديت للتعامل مع مجريات التكنولوجيا ومتغيرات الإعلام. بيتم تدريب الإعلاميين إزاي لاكتشاف هذه المصادر المزيفة أو الأخبار المغلوطة، علشان لا يقع فريسة لهذه المصادر الغير موثوقة، وزي ما حضرتك بتقولي بيطبق عليه القانون بعد ذلك. انا عايزه اقول لحضرتك ان يمكن من فتره طويله جدا، يمكن اكتر من سنه ونص او سنتين، اه. من اول ما بدانا نتكلم على الاي اي بشكل اكبر وشات جي بي تي، اه. هناك دورات تدريبيه كثيره جدا بيحصل عليها الصحفيين والاعلاميين في اكتر من مكان داخل مصر. وعلى فكره احنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني الصحفيين والاعلاميين مستوى تعاملهم مع الاي اي عالي جدا، مم. وعندهم حرفيه عاليه جدا في التعامل مع التقنيات الجديده ديت، انهم مم. يستخدموها بشكل يليق بالعمل الاعلامي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، نسبه الاكبر في اكتر من 90% من الصحفيين والاعلاميين في مصر لديهم القدره على التمييز طبعا طبعا ما بين اه. الحقيقي وبين المزيف. مم. يمكن من سنتين كان بصراحه في صعوبه، وكانوا حتى لما بندي دوره تدريبيه لاي حد من الصحفيين او الاعلاميين او كل العاملين في مجال الاعلام، كانوا بيقولوا لا بصراحه في اوقات كتيره ما بنعرفش نميز ما بين الاثنين. انما دلوقتي لا، لان هم بقوا متدربين كويس جدا، وبقى ده متاح ليهم استخدام البرامج المختلفه للكشف عن كل ما هو مزيف. ده غير مم. طبعا ان حتى الفيديوهات المزيفه، لو مواطن عادي، مش هتكلم على صحفي ولا مم. اعلامي، هو مم. مجرد ما بيتفرج على الفيديو لو بدا بس يركز شويه مع حركه العين مع الباك جراوند بتاع الصوره، هو اه. بيبدا يلحظ المواطن العادي الاضاءه، اختلاف الاضاءه من مكان لاخر، البربشه بتاعت العينين، حركات الايدين، تحس ان في حاجه غلط. ده مم. المواطن العادي بيقدر ان هو يكتشف ان هذا الفيديو ملفق. مم. بدايه ظهور الاي اي بقى وانتشاره في مصر وعلى مستوى العالم، لا بصراحه كان يعني كان صعب الناس تكتشف ده ان حقيقي. هذه الامور ملفقه. مم. لكن دلوقتي المواطن العادي بيقدر يعمل ده. الصحفيين والاعلاميين في مصر يعني انا عايزه اقول يمكن اكتر من 90% منهم هم بالفعل حصلوا على دورات تدريبيه مم. للتمييز وكيفيه التعامل مع برامج اللي بتعتمد على الاي مم. اي. دلوقتي الاطفال الصغيرين بيعرفوا يستخدموا اه. الاي اه. اي والتطبيقات بتاعته، بيستخدموها احيانا بطريقه سلبيه، ده ايوه. اكيد، لكن نسبه كبيره منهم دلوقتي بيستخدموها اه. حتى في الحصول على المعلومات
وبيعرفوا برضو يميزوا بين المعلومات الملفقة او الكاذبة وبين المعلومات الحقيقية. فطبعا في دورات تدريبية بيتم منحها للصحفيين الإعلاميين أو والاعلاميين. الصحفيين. واحنا عندنا في مصر ما شاء الله هم اصلا الاعلامي المصري عنده قدراته عالية جدا مهنية الحقيقة، ومهنية. وعنده يعني ذكاء إعلامي وذكاء احدث حد تم اجتماعي. تعيينه في التلفزيون المصري هتلاقي عدى عليه اكتر من 20 سنه بيعمل في آه المجال الاعلامي. آه ولدينا جميع العاملين في المجال الاعلامي لديهم آه القاعده من المصادر الموثوقه فيها. دي حاجه جميل. مهمه جدا. طيب احنا اتكلمنا عن ال AI والذكاء الاصطناعي اللي طبعا بيكتسح العالم النهارده، والكبير والصغير بيتأثر بيه. وبنقول النهارده برضو أصبح في وعي عند المواطن المصري بكل فئاته إنه من خلال الفيديوهات يعني تم صنعها بالاي اي بيقدر يكتشف المزيف من الحقيقي. الشات جي بي تي هو النهارده مصدر معلومات قوي جدا دكتورة سماح، وسريع جدا ووافي جدا جدا. هل ممكن هذا المصدر المهم للمعلومات يصدر أيضا شائعات أو يتم استغلاله في صنع شائعات، ولا لسه القطاع ده جديد لم يلوث بعد؟ لا طبعا، لا طبعا آه ينفع جدا. اقول لحضرتك حاجه، ينفع. يمكن انا بقول دوت آه لكل الطلبه، يعني اي طلبه بدرس لهم لازم بقول لهم المعلومه دي. آه خلي بالكم يا جماعه، شات جي بي تي بيتعامل معاكي بناء على مدى امتلاكك للمعلومات. بمعنى اذا سالتيه مم. سؤال مثلا في مم. بدايه التعامل معه، ودي انا تجربه حتى عملتها. يعني لما بدات اسمع عن شات جي بي تي تستخدميه وكنت رافضه شخصيا. تماما ان انا آه اعتمد عليه او ان انا استخدمه في اي حاجه. آه عملت التجربه دي، سالته سؤال فطبعا اداني اجابه خطا تماما. فلما قلت له ان هذه الاجابه خاطئه والاجابه الصحيحه 1 2 3، اعتذر. انا بعتذر جدا، انا اخطات. اليك المعلومه الصحيحه. ان مم. احنا نستخدم الشات جي بي تي. ما ينفعش اجي اقول لك ايه، لا طبعا ممنوع تماما، ازاي تستخدميه؟ لا ما فيش، صعب ان انا اعمل ده. الاطفال الصغيرين في خلاص ده المدارس أمر واقع والطلبه في وموجود الجامعات ومتاح. والباحثين، ايوه آه واصبح متاح. ده الجامعات دلوقتي بقت آه بتعمل نوع من انواع يعني التظبيط ازاي استخدمه، مم. وضع شروط وقواعد لاستخدامه ومعدلات استخدامه ايه. انا صعب جدا ان انا اقول لك لا ما تستخدموش، انت لازم هتستخدميه. مم. لكن اذا كنت تمتلكين المعلومات الصحيحه عن الامر اللي بتسالي فيه، وطريقه صياغه السؤال نفسها بتديك المعلومات السليمه. لكن هو مم. ممكن ينشر شائعات. لا تعالي اقول لك بقى، انت لو سالتيه على بعض الامور التي لها ابعاد سياسيه، أيوة. لن يعطيك الإجابة الصحيحة على الإطلاق. ودي تجربة عملتها أكتر من صحيفة، منها مثلا أذكر تجربة المصري اليوم، وكانت في بداية الحرب على غزة. آه سألته على إن إسرائيل تقوم بقتل الأطفال في غزة، آه فكانت الإجابة مبهمة. أنا أداة فقط، انا مش بشر، ما اقدرش ان انا اقول لك الاجابه عن ده هل هو تصرف انساني ام غير انساني. ايوه. انا فتمت انا المراوغه على فكره. انا فعلا يعني انا اكيد حضرتك شفت شخصيا التقرير ده. استخدمته مم. في اكتر من موضوع. عنده الدبلوماسيه والمراوغه في انه لا يعطيكي المعلومه المباشره الواضحه، خصوصا في الموضوعات السياسيه الشائكه. السياسيه والاقتصاديه كمان طبعا. الشائكه. يعني الموضوعات الشائكه هو لا يعطيكي الاجابه صريحه وواضحه، بيكون هناك كثير من المراوغه. لكن الاخطر اللي حضرتك بتقوليه ان لازم المستخدم الشات جي بي تي يكون كمان عنده معلومة عن الموضوع اللي هو بيسأل ده عنه، شرط اساسي لان عشان ممكن ممكن يخدعك يخدعوا بالمعلومات. بمعلومة لا مش خاطئة. بس هيخدعك بالمعلومات، ده اه هيجيب لك مصادر كاذبه، هيجيب لك اه مراجع عربيه واجنبيه ملفقه تماما. وهناك بعض الباحثين بينخدعوا، بعض الطلبه بينخدعوا ده. واحنا طبعا لما بنشوف بقى الشغل بتاعهم بنبدا نقول لهم، مش بقول لهم انت غلطت انك استخدمت، لكنك اه استخدمته وانت لا تمتلك اي قدر من مم. المعلومات، فهو خدعك ايضا. هو طب اي اي، هو لو عنده ذكاء انا على فكره. كمستخدم كمواطن او مستخدم للشات جي بي تي، وسألت الشات جي بي تي عن معلومة او موضوع معين واداني المعلومة دي، لكن انا ما عنديش المعلومة الحقيقية او المعلومة الصادقة، سؤال رائع. ازاي اه طبعا. اتأكد
ان الاجابه اللي اداها لي الشات جي بي تي اجابه صحيحه وغير مغلوطه. لانه لا يمكن ابدا ان انا اعتمد على مصدر واحد فقط في الحصول على المعلومات. اه لا يعني الاي اي والشات جي بي تي هايل، في ثواني بيديكي قدر كبير جدا من فعلا. المعلومات. لا يمكن ابدا ان لا، انا اعتمد عليه وبأصوات فقط. مختلفة وبنغمات اه، مختلفة، يعني الموضوع وبالصوت او جذاب جدا. بالمكتوب. اه، او لكن بالصوت او بالمكتوب. دايما اه. بنقول ان احنا نرجع الى مصدرين على الاقل للتاكد من صحه المعلومه. امم. وده بيحتاج مننا ان انا لازم ابذل مجهود يا جماعه، ما ينفعش ابدا احصل على ابقى المعلومه مجرد الجاهزه. متلقي وخلاص، ايوه، سلبي. وبعدين اه. يعني انا هعتمد على شات جي بي تي مم. او ادخل حتى على جوجل اعمل سيرش. شو. على فكره احنا عندنا التلفزيون المصري والله فيه اه معلومات والله. موثوق اه فيها والله، جدا. عندنا ارشيف المواقع رائع رائع ومواقع جدا. جميلة. ادخل اه. اتفرج على قنوات الاخبار ايوه. اللي كان فيها درجه عاليه جدا من الاشاده من كل المتخصصين في تغطيه الاحداث في ايران واسرائيل، امم. وانهم تميزوا بقدر عالي جدا من الموضوعيه. تلفزيوننا المصري دي شهادة والقنوات نعتز الاخباريه، بيها بقى يا دكتورة طبعا سماح ده من اكيد. استاذ في ده الاعلام. كل اه. الدراسات الحديثة، ولو قرينا أي تحليلات عن الأحداث في إيران اه. وفي إسرائيل دلوقتي، هنجد إن من أفضل القنوات اللي قدمت تغطيات هي قنواتنا الإخبارية المصرية، إذا ما امم. قارنتيها بأي قنوات أخرى غير مصرية في تغطية الأحداث. اه. عندهم قدر عالي جدا من الموضوعية. مش هنتكلم على ايوه. الحياد لأن صعب نبقى اشكرك محايدين، اشكرك ولكن على المديح الموضوعية العالية. الجميل ده، فلا بيرفع بد أن معنوياتنا حقيقي. لازم اذهب الى التلفزيون آه. احصل منه على مصدر من للمعلومات. نرجع مره تانية بقى لوسائل الاعلام التقليديه بصراحه، اللي دلوقتي ناس كتير يقول لك ده راحت عليها. لا خالص، ولا عمرها هيروح عليها ابدا، مم. لان دايما المصداقيه العاليه لوسائل الاعلام التقليديه اذا ما قارناها لا بشات جي بي تي ولا بشبكات التواصل الاجتماعي. الاجتماعي، يعني ده كلام جميل جدا جدا. مش عايزه اختم اللقاء انا الحقيقه، عايزين نكمل كلام. ربنا يخليك. لكن كده روشتة سريعه للاسره المصريه النهارده اللي بتستخدم السوشيال ميديا بكل انواعها اللي اتكلمنا عنها دي في استقاء المعلومات في وقت الازمات، على وجه التحديد كمثل هذا التوقيت اللي بنمر بيه وبتمر بيه المنطقه العربيه كلها. تقولي لهم ايه؟ هو مش في وقت الازمات بس اه. بصراحه، التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي لابد الا يكون تعامل انه مسلم بيه. اي فيديو، اي صوره، اي معلومه اشوفها انا واثقه خلاص ومصدقه. اه. يجب ان نتعامل معها جميعا، من الام والاب والجد والجده لغايه الاطفال الصغيرين اللي عندهم 3 4 سنين، ايوه. نعلمهم ان لابد ان يكون التعامل تعامل نقدي، بمعنى لا تصدق كل ما يقدم ليك مم. مهما كان الانفلونسر اللي بتتكلم قدامك قدر شكلها صادقه والله مصدقها، ايوه، حتى نبره صوتها دي ومؤثرة. بتقول معلومات، اه. دي جايبه مم. مراجع. لا يا جماعه ما نصدقش ابدا، لابد ان نتعامل مع طريقه نقديه. ودايما بنقول ان احنا حتى في كليه الاعلام بندرس ماده اسمها الميديا ليترسي، او اللي هي ان انا اعلمك ازاي ان انت تتعامل مع وسائل الاعلام بطريقه نقديه، مم. وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي. مم. ان ما تصدقش كل اللي بيتقدم لك ابدا، اعتمد على اكتر من مصدر. ارجع دايما لوسائل الاعلام التقليديه، اسمع راديو واتفرج على التلفزيون واشتري جورنال، ولو مش هتشتري جورنال ادخل على بوابة الأهرام وشوف مم. الجرايد المصرية بتاعتنا بتقول إيه في الأحداث. لا مم. تصدق كل ما يقال لك بلسان جميل وكلمات رنانة عبر شبكات التواصل مم. الاجتماعي، فالكثير منها إن كان يعني النسبة الأكبر كمان اه. كاذب ايوه. وملفق، والكثير منها تم تصنيعه عن طريق الاي اي. يعني نقدر نقول الاعتماد على الحس الوطني والوعي الذاتي عند المواطن او مستخدم السوشيال ميديا، وتنوع المصادر ده مهم جدا، والتعاون او التعامل مع مصادر المعلومات الصادقة او الرسمية. في ختام لقائنا طبعا بنشكر ضيفتنا على الهواء الأستاذة الدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. نورتينا يا دكتورة سماح اهلا كالعادة، بحضرتك. ربنا وسعدنا يخليك. بالحوار الجميل ده. سعدت جدا. أشكرك جدا. مشاهدينا كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا اليوم من القاهرة هذا المساء. وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج ميرفت رشاد، محمد رضوان، مروة ربيع، وأماني عناني، وأسرة التحرير محمد العرابي وأشرف عبد الموجود. وبشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود. ونلتقي الاثنين القادم في القاهرة هذا المساء. إلى اللقاء.